ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ الاخبار؟ معاكم محمد زازو من زاك ووركس دوت كوم وزاك ووركس دوت اكاديمي. بقالنا كتير ما اتكلمناش وبقالنا كتير ما عملناش حلقات زاك توك. ما كنتش ناوي الحقيقه اعمل حلقه الفتره دي خالص، لكن ما حبيتش السنه الجديده تبتدي والسنه اللي احنا فيها تنتهي وما اعملش فيديو ونطلع نتكلم مع بعض وندردش مع بعض في شويه حاجات كده الواحد فهمها الفتره الاخيره دي. ما اضحكش عليكم والله، يعني كان سبب من ضمن الأسباب يعني إن أنا مش عايز أعمل يوتيوب، إن أنا كنت بفكر فعلا الفترة اللي فاتت أعتزل اليوتيوب. تقدروا تقولوا بقى كريتيف بلوك أو فترة البيرن أوت اللي بتحصل. لكن اكتشفت في النهاية إن الواحد ما يقدرش الحقيقة يعتزل اليوتيوب. تقدروا تقولوا كده مثلا حاجة في الدم وطبعا علشان الناس اللي بتتفرج علينا على القناة هنا، فما كانش ينفع القرار ده يتاخد بسهولة أبدا إن الواحد يعتزل اليوتيوب أو ما يعملش فيديوهات تاني. لكن ممكن ناخد فترات راحة ما بين الحين والآخر. يعني 5 سنين يوتيوب وصلنا فيهم لحاجات كويسة جدا وعملنا شغل حلو قوي وفيديوهات الحقيقة لما برجع أشوفها ببقى مبسوط جدا إن أنا عملتها يعني، وكمية معلومات أعتقد إن هي مفيدة لكتير من الناس يعني. ففكرة الاعتزال صعبة قوي يعني. عشان الناس ما تقلقش، ما اعتقدش ان احنا هنعتزل اليوتيوب الفترة دي، وما اتمناش ابدا ان انا اشعر الشعور ده تاني او يجي لي الاحساس ان انا عايز خلاص يعني كفاية يوتيوب وكده. كان عندي ضغط شغل كبير قوي، خصوصا ان انا بحضر للكورس الجديد، كورس ميجا موشن، واخد شغل كتير قوي لانه هيبقى كورس كبير ومجمع، وهيكون لامم الانيميشن بقى والموشن جرافيكس وشغل الموفي تايتلز او الكريديتس او الحاجات دي. فهيبقى فيه شغل حلو قوي كله 3D كمان للناس يعني اللي عايزه تطور مستواها وتدخل بقى النكست ليفل كمان. فالحقيقه الكورس كان واخد مني شغل كتير جدا عشان نحضره يعني، لانه ان شاء الله هينزل السنه الجديده. وكمان شغل البرودكشن، زي ما انتم عارفين ان انا لسه لحد دلوقتي الحمد لله بشتغل فريلانسنج وبعمل شغل موشن جرافيكس الحمد لله. برضو ده كان واخد وقت كبير جدا مني، فما كنتش فاضي خالص لليوتيوب يعني للأسف. يعني الحاجات بقى اللي الواحد اتعلمها الفترة اللي فاتت واللي لازم ينقلها، خصوصا ان احنا بنعدي بظروف صعبة جدا 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 اليومين دول بالذات في مصر يعني الاسعار كل يوم بتزيد. طبعا اكيد الدولار مبهدل الدنيا خالص. وزي ما انتم عارفين برضو ان الويب سايت zakworks.academy وطبعا ادوبي وكل الاشتراكات اللي الواحد بيدفعها شهريا وساعات سنويا كمان، كل الحاجات دي طبعا سعرها زاد قوي. وعلشان نقدر نحافظ على نفس السعر بتاع الكورسات بتاعتنا والورش بتاعتنا فلازم نشتغل اكتر، لاني انا مش حابب ان انا اعلي الاسعار على حد، لان اكيد اللي عايز يتعلم برضو محتاج مصدر تعليمي مناسب وسعره كويس وتكون المعلومات اللي فيه قوية. فعشان نقدر نعمل المعادلة دي فمضطرين للأسف الشديد ان احنا نشتغل اكتر واكتر واكتر. فمن ضمن الحاجات اللي اتعلمتها او الدروس برضو اللي الواحد فهمها الفترة اللي فاتت، رقم 1 ان الواحد فعلا لازم يشتغل كتير جدا، ولازم ان الواحد يستثمر في نفسه، تذاكر اكتر وتفهم عن مجالك اكتر وتقرأ كتير وتعرف ايه اخر التطورات واخر التحديثات في كل مجالك. يعني في كل تخصص ان الواحد بيكون شغال فيه لازم يبقى فاهم التخصص ده كويس جدا، لان اللي مش شاطر الفترة الجاية للأسف هيركن على جنب، واللي مش بيذاكر ومش بيطور نفسه يوميا صدقوني هيركن على جنب جامد الفترة اللي جاية. الدرس التاني برضو اللي اتعلمته ومهم جدا وبقالي فترة كبيرة قوي بتكلم فيه 3 سنين تقريبا، انك لازم تشوف مجال تاني غير مجالك، مجال اضافي، مجال زي ما تقول كده حاجة بتجيب لك دخل غير المجال بتاعك الحالي. وكل ما بتتعدد مصادر دخلك كل ما بتحس ان انت في امان الى حد ما. ودي الحقيقة نصيحة اقتصادية يعني بحتة، يقول لك دايما حاول تعدد مصادر دخلك، يعني تخليهم 3 4 5 مصادر، لو اكتر من كده يا ريت، علشان لا قدر الله لو مجال او تخصص او يعني مصدر وقع فيكون عندك مصادر تانية تقدر تاكل منها عيش. فلازم الحقيقة تعدد مصادر دخلك الفترة اللي جاية او الفترة دي.
مفيش بقى حاجه اسمها فتره جايه، خلاص لازم من النهارده، من دلوقتي، من وانت بتسمع الفيديو تبدا تذاكر في مجالات تانية، تشوف ايه المتاح بالنسبه لك، ايه قدراتك، ايه امكانياتك، وتبدا تذاكر في مجال تاني او في تخصص تاني، وتزود بقى مهاراتك شويه. الحاجه الثالثه بقى ان الواحد برضو لازم يشوف دخل سلبي او مصدر من مصادر الدخل السلبي او الباسيف انكم. يعني مثلا لو انت بقى مصمم جرافيكس او راجل بتعمل فويس اوفر او حتى بتصور، لازم تبدا بقى تبيع شغلك على الانترنت وعلى مواقع كتير علشان تقدر تحقق دخل سلبي. شايف نفسك موهوب او بتعرف توصل المعلومه كويس، لازم تعمل كورسات او ورش حتى، فتبدا تشوف دخل سلبي من الحاجه اللي انت بتشتغلها حاليا. يعني لو انت فوتوغرافر هتبيع صورك على الانترنت، لو انت فويس اوفر ارتست تشوف بقى موقع تشتغل معاه او مواقع كمان تشتغل معاها كتير عشان تقدر تبيع صوتك في كذا حته، او ممكن تدي برضه ورش وكورسات لو انت يعني عندك الحته، يعني الموهبه بتاعت التدريس، لان للاسف الشديد مش كل الناس عندهم الحته دي. من ضمن بقى الحاجات المهمه جدا جدا واللي لازم تعملها فعلا الفتره الجايه انك توقف سوشيال ميديا، انك ما تتفرجش على سوشيال ميديا. دي من ضمن التجارب الحقيقه اللي انا بعملها حاليا. مش همسح ابلكيشنز، ولكن بحاول بقدر الامكان ابعد عن السوشيال ميديا، ما اتفرجش، ما اسمعش، ما اقراش اي بوستات او اي حتى فيديوهات يوتيوب كتير، لان المحتوى بقى 90% منه للاسف كلام فاضي او حشو. لازم تبدا تحاول ان انت توقف سوشيال ميديا، ان هي فعلا مضره جدا جدا، بالذات الفتره اللي احنا فيها دي، لان كل السوشيال ميديا تقريبا دلوقتي بقت بتلعب على النفسيه بتاعت البشر، وده بيسبب احباط واكتئاب لناس كتير، وبالذات الشباب يعني اللي ما عندهمش يعني رؤيه كامله او مش فاهمين السوشيال ميديا بتعمل ايه. فلازم نوقف سوشيال ميديا شويه. برضو الدرس المهم جدا انك لو معاك اي امكانيه دلوقتي، حتى لو كاميرا اي كلام، حتى لو كمبيوتر نص نص، لازم تبدا تخرج منه فلوس او تخرج من الكاميرا دي فلوس. يعني لازم تشوف حل للامكانيات اللي معاك اللي مش مساعداك دلوقتي، وتحاول تطورها من خلال المهارات بتاعتك. يعني مش وقت خالص شراء على فكره، ومش وقت ان انت تحدث معدات او كده، لان طبعا الاسعار كلها غريبه جدا، ولكن لازم تشوف بقى اللي معاك دلوقتي وتحوله لذهب يا معلم او لفلوس. ما تخليش ابدا اي حاجه تحبطك. ولازم طبعا، وده شيء مهم جدا، ان انت تعرف تكون بتدير وقتك، يعني تعمل وقت للخروج، وقت للفسحه، وقت للشغل. وخلي بالك ان وقت الفسحه ووقت الخروج ده من اهم الحاجات اللي ممكن تعملها، ويمكن دي الغلطه اللي انا وقعت فيها. يعني انا قفلت على نفسي كتير جدا واشتغلت كتير وضغطت نفسي قوي في الشغل، فنسيت ان انا المفروض اكون بتفسح او بخرج او بشم هوا، لدرجه ان ممكن ناس تستغرب كلامي. انا ممكن اقعد فعلا بال3 شهور او 4 شهور ما بنزلش الشارع خالص، غير يعني للمشاوير العاديه، او بروح اعمل حاجه مهمه او برجع او حاجه زي كده، او يعني مشاوير تتعلق بالبيت. يعني غير كده فسحه او خروج او حتى ان انا الواحد يعني يخرج يشم هوا، ده ما كانش بيحصل خالص. فالموضوع ده مضر وخطر جدا جدا. فدي يمكن من اهم الحاجات اللي انا حاولت ان انا اشتغل عليها الفتره دي، ويمكن هو ده اللي خلاني اصلا ارجع اعمل فيديوز تاني، ان انا بدات اخرج واشم هوا وادي وقت لنفسي شويه ان انا اشم نفسي يعني. فده من ضمن الحاجات المهمه جدا انك لازم تعملها. لازم تعمل وقت للشغل، ووقت للراحه، ووقت لاهلك ولاصحابك، ووقت كمان لنفسك. فده مهم جدا جدا عشان ما تتحرقش يا معلم، عشان ما تتحرقش زي ما انا اتحرقت كده الفتره اللي فاتت. احنا بقالنا 40 يوم تقريبا مفيش اي فيديوز خالص على اليوتيوب، وده كان فتره حرق الحقيقه، لان انا الفتره اللي فاتت كنت شغال كتير على اليوتيوب، ففعلا اتخنقت، فكان لازم ادي لنفسي وقت شويه للراحه. فدي من ضمن الحاجات اللي انا اتعلمتها الفتره دي، ويا رب ما اقعش فيها تاني يعني. فعشان كده بنقلها لكم، فيمكن اي حد بيسمعني عايش الحاله اللي انا عايشها دلوقتي يمكن يستفيد يعني. لازم تحدد اهدافك كويس جدا دلوقتي، لان الوقت بيجري، فلازم تحدد خطتك كويس جدا الفتره اللي جايه، وتحدد اهدافك وتبدا تشتغل عليها. وكفايه بقى يعني لعب، وكفايه كسل، وكفايه تاجيل، لان التاجيل الفتره دي مش في صالحك ابدا، لان الوقت اللي انت بتاجل فيه في ناس تانية شغاله على احلامها وبتسبقك يا معلم، فما تخليش حد يسبقك. فدايما اشتغل على نفسك، ودايما حدد هدفك وحطه قصاد عينيك في ورقه بقى او في سبوره مثلا او في الموبايل حتى، ايا كان
لكن دايما تفكر نفسك بالهدف ده ودايما تشتغل علشان توصل له. والنصيحة الأخيرة ليا وليكم طبعا، علشان برضو ما اطولش في الفيديو ده عشان يكون فيديو خفيف، بمناسبة يعني السنة الجديدة، انك لازم تثق في نفسك ولازم تحب نفسك. وحط تحت تثق في نفسك دي مليار خط. لازم تثق في نفسك انك عندك امكانية وعندك مهارة انك تحقق اي حلم انت بتحلمه. العقلية او دماغك هي الاساس. الظروف ياما اهالينا وياما جدودنا وابهاتنا عدت بظروف اصعب من كده بكتير، كانت ظروف حرب وظروف برضه كساد اقتصادي وظروف صعبة جدا يعني، ولكن قدروا يعدوها. وفي ناس ما شاء الله عدت اكتر من كده بكتير وعملت اللي محدش قدر يعمله في الفترة بتاعت الظروف الصعبة لأهالينا اللي سبقونا دول. فلازم تثق في نفسك، لأن الثقة في نفسك هي اللي هتحقق لك كل حاجة. تخلي عندك حسن ظن بربنا سبحانه وتعالى وهو هيحقق لك كل اللي انت نفسك فيه. وده مش كلام تنمية بشرية، ده كلام حقيقي ودرس بجد أنا اتعلمته الفترة دي. لازم تبقى شايف نفسك كويس جدا، عارف انت بتعرف تعمل ايه وما بتعرفش تعمل ايه، ومطلوب منك تذاكر قد ايه علشان الحاجات اللي ما بتعرفش تعملها دي تبقى بتعرف تعملها. وخلي عندك ثقة في ربنا كبيرة انه هيوصلك وهيحقق هدفك. ومهما كانت الظروف صعبة صدقني هتعدي، ومهما كانت الظروف صعبة انت تقدر تعديها مش حد تاني. فركز على نفسك وحب نفسك وثق في نفسك. هو ده شعار حلقة النهاردة. اتمنى ان انا ما كنتش طولت في الحلقة دي، واتمنى ان الغيبة الطويلة ما تكونش ضايقت بعض الناس، ولكن صدقوني والله غصب عني، لان لو الواحد بايده اطلع لكم كل يوم والله على اليوتيوب، ولكن للاسف في فترة بتيجي كده على الواحد بيبقى محروق وبيبقى يعني مش عارف يعمل حاجة. ولكن ادينا بنتحدى يعني، وانا قصادكم والله يعني تجربة على ارض الواقع ان انا بحاول ادوس وبحاول اكمل ان شاء الله يعني، وباذن الله مكملين ان شاء الله. وبكده تكون حلقة النهاردة الحمد لله خلصت على خير. اشوفكم ان شاء الله السنة الجديدة، وباذن الله باذن الله يا رب يعني حلقات جديدة ومعلومات اقوى من اللي قدمناها السنين اللي فاتت. كان معاكم محمد زقزوق من ZachWorks.com وZachWorks.academy. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.